الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: هل صح هذا الدعاء من يرتكب شيئا محرم ويعرف أنه محرم ولم يستطع أن يتركه فليقول هذا الدعاء: اللهم احرمني لذة معصيتك وارزقني لذة طاعتك. الحمد لله رب العالمين. المتقرر عند العلماء أن الأصل في ألفاظ الأدعية الحل والإباحة إلا فيما خالف النص، فالإنسان إذا أراد أن يدعو بالدعاء فلا يشترط أن تتفق ألفاظ دعائه مع ألفاظ الدعاء المنقولة كتابا وسنة، فإنه ربما تكون له حاجة أخرى تتضمن ألفاظ دعاء غير موجودة في الكتاب والسنة، فحينئذ للإنسان أن يدعو بما شاء من خيري الدنيا والآخرة، سواء أوافقت ألفاظه ألفاظ دعاء الكتاب والسنة أو لا، ما دامت ألفاظه داخلة في حيز المشروع لا الممنوع. هذا بالنسبة للجائز، ولكن الأفضل في أدعية الإنسان أن تتفق مع ألفاظ أدعية الكتاب والسنة، فإن أدعية الكتاب والسنة هي خير الدعاء وأعظم الدعاء وأفخم الدعاء على الإطلاق، وأبعد الدعاء عن أن يدخل فيه شيء مما من المخالفات ولا من حيث لا يشعر الإنسان بها. فالإنسان إذا دعا بشيء من أدعية الكتاب والسنة فإن قلبه يكون مطمئنا من عدم دخول شيء مما يوجب الوقوع في المخالفات الشرعية. فإذا عندنا أمر جائز وعندنا أمر أفضل. أما الأمر الجائز فللإنسان أن يدعو بما شاء من ألفاظ الدعاء إذا لم تتضمن مخالفة شرعية. وأما الأمر الأفضل والأكمل فهي أن تتفق دعواته مع أدعية الكتاب والسنة. إذا علم هذا الأصل وفهم هذا التنظير فأقول للسائل وفقه الله: إن مثل هذا الدعاء لا أرى فيه حرجا، لأن الإنسان إنما يقع في المعصية بسبب وجود هذه اللذة النفسية التي يجدها في قلبه، وإن كثيرا من هذه اللذة إنما هو إملاء وتزيين من الشيطان لا حقيقة لها. لكن العاصي يجد عند مزاولة معصيته هذه اللذة، سواء أكانت لذة حقيقية واقعية أو شيطانية متوهمة، لكنه يجد لذة ويجد شهوة، فهو يدعو الله عز وجل أن يحرمه وجود هذه اللذة، لأن حرمانه من وجود هذه اللذة مفض إلى عدم مزاولته لهذه المعصية، فإن الحامل للمعصية إنما هي وجود الشهوات. ولذلك المريض غالبا لا يقع في شيء من المعاصي لأنه لا يحس بوجود اللذة عند مقارفته لهذه المعصية، وإنما يقع في المعاصي من يستشعر لذتها ويحب شهوتها، فهو يدعو الله عز وجل بهذا الدعاء أن يحرمه من وجود هذه اللذة، وأن يغلق هذه اللذة على نفسه. لماذا؟ لأنه إذا عصى بلا لذة فسيحمله عدم وجود لذتها والاستئناس بها إلى تركها. فقوله اللهم احرمني لذة المعصية بمعنى أنك اكفني شر مزاولتها واقطع الطريق لفعلها، مع أن لفظة احرمني لا أحبها في هذا الدعاء، وإنما ينبغي للإنسان أن يستبدلها بقوله اللهم اكفني فعل هذه المعصية، اللهم اكفني شر نفسي، ونحو تلك العبارات التي لا تكون مجملة في مثل هذه المواضع التي لا ينبغي فيها الإجمال. فعلى كل حال هذا الدعاء لا بأس به إلا في كلمة احرمني، فليستبدلها بقوله اكفني، امنعني من وجود هذه المعصية، امنعني من محبتها، امنع قلبي من الاستئناس بها، يا مثبت القلوب ثبت قلبي على طاعتك، اكفني شر نفسي وشيطاني، ونحو تلك الأدعية التي ليس فيها شيء من المداخلات. والخلاصة أن دعاءك هذا لا بأس به إلا في كلمة احرمني، لعلك تستبدلها بغيرها من العبارات التي لا تكون مجملة، والله أعلم.